انتوا عايزين مني ايه؟ ايه يا هندسه؟ طب ما انا بمثل اهو. هندسه ايه وبعدين؟ ولا تمثيل؟ ايه طيب ايه اللي حصل؟ طب مش المفروض متنيل مخطوف؟ مش تستنى اللي خطفك ده يجي يكلمك؟ معلش انا اسف، حق عليا، انا خلاص هظبط ماشي، الدنيا. تاني. معلش انا اسف. يلا جيم. يعني استنى لحد ما هو يتكلم؟ كلاك. ماشي خلاص انا اسف. يلا اكشن. ستوب. ايه يا هندسه؟ ما انا مستني عشان المفروض كنت متخدر ونايم وبتاع. ايه يا ابني ده؟ انت صاحي من صباحيتك؟ في حد يصحى من الخطف كده؟ انت مش متنيل متخدر؟ مش المفروض تصحى متفاجئ؟ متفاجئ. معلش طب حق عليا، انا اتخنقت والله العظيم متوتر مع الشغل معاك، انت مخرجنا يعني على راسنا والله. معلش انا اسف، معلش تاني بالله عليك. يا عم. ماشي على راسي، اتنيل مثل عدل. والله بجد اخر مره يعني اهو تاني. يعني مخرجنا على راسنا والله. كلاك. اهو اربطها جامد قوي. ستاند باي. تاني اكشن. ستوب. ايه ده؟ يا سربرايز بارتي عيد ميلادك، انت بتعمل ايه؟ ايه ما اتفاجئت اهو. لا 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 لا، فركش يا جماعه يلا. طب يعني فركش خلاص، فركش. ايه ده فركش ايه؟ طب ثواني، طب فكوني طب بالله عليكم حد. ما تفكها، انت مش فكيت ايدك في المشهد اللي فات؟ فكها بقى. ما اصل انا ربطتها المره دي جامد والله مش عارف افك. بس. طب بوفيه، طب ما اكلتش حاجه النهارده. طب ايه؟ السلام عليكم، ايه الاخبار؟ اهلا بيكم في حلقه جديده على قناه روبوبيكيا، قناه ما بنفهمش فيها في اي حاجه بس بنتكلم في كل حاجه. وطبعا زي ما انتم شفتوا من الانترو وعنوان الحلقه والثامنيل، احنا النهارده هنتكلم عن، او مش هنتكلم عن، هنحاول نجاوب عن سؤال: ليه في افلام حلوه وفي افلام وحشه؟ والسؤال ده عشان نجاوبه محتاجين ناخد رحله فنيه سينمائيه شويه، فده اللي احنا هنحاول نعمله في الفيديو ده، ان احنا نجاوب على السؤال اللي احنا سالناه في الاول، وغير كده نعرف ايه العوامل اللي بتكون الفيلم عامه، ازاي العوامل دي تستخدمها تخليها تطلع فيلم حلو وتستخدمها تخليها تطلع فيلم وحش. وقبل ما نبدا كده انا بفكرك تعمل لايك وتشترك في القناه لو انت مش مشترك، لان احنا خلاص داخلين على 500 سبسكرايبر، وده كان اول اهداف هذه القناه ان احنا نوصل ل 500 مشترك. فمن غير مقدمات كتير يلا بينا نخش في تفاصيل الحدوته. مبدئيا عشان نتكلم عن السينما لازم نفهم ان السينما ده فن من الفنون السبعه الاساسيه. الفنون السبعه الاساسيه دي هي فنون اللي هي الفاين ارتس او الفنون الجميله، اللي هم ايه؟ العماره والنحت، الرسم، الموسيقى، الادب بشكل عام وبينقسم لمسرح وشعر، الرقص، ومش قصدنا الرقص اللي هو اللي تعرف عليه، الرقص اللي هو باليه مثلا او تانجو او ايا كان، والفن السابع وهو السينما. عشان كده هتلاقي بعض النقاد المحنكين اللي بيقولوا على السينما ما بيقولوش فن السينما، ما بيقولوش السينما عامه، بيقول لك الفن السابع عشان هي جايه من هنا. طبعا هناخد لفه سريعه بس كده في الفنون السبعه دي، بس مش هنركز على كل واحد، لان مثلا فن زي الموسيقى انت عارفه، فن زي الرسم برضو كلنا عارفينه، فن زي النحت يعني لو بس الكلمه غايبه عنك فان انت بتجيب تمثال وتنحته على شكل حاجه معينه. فن الادب اللي هو زي الشعر او المسرح ده برضو احنا تعرضنا له كتير. الرقص هو بس عشان هو يعني يبان ان هو حاجه وضيعه شويه، بس لا، هو الرقص هو قصدهم من هنا تعريف فن الرقص، الفن اللي بتعبر بيه عن حاجات داخليه او مشاعر او تحكي قصه عن طريق حركه جسم شخص او مجموعه من الاشخاص. بس نقطه، شكرا. بعيدا بقى عن الرقص ده هويته ايه؟ عشان بس ما نخشش في السكه دي، وانا عارف ان اللي مثيره في الجدل شويه هي فن العماره، بس العماره فن، ان انت تبني مبنى شكله حلو بس صامت، بس مش سهل انه يقع، بس ان هو مش هش، بس وبتعمله بشكل جمالي، اذا كان الوان او زخارف او حتى شكل مدخل او ايا كان، زي القصور، زي جامعه، زي مستشفى، او حتى لو بيت شكله حلو فعلا، دي نوع من انواع الفنون. بس احنا بقى مش هنتكلم في كل ده قوي، احنا يخصنا الفن السابع بقى. تعالى نبقى محنكين سيكا. الفن السابع ده اللي هو السينما، احنا هنتكلم عليه. اشمعنى السينما اللي هنتكلم عليها؟ طبعا بعيدا عن عنوان الحلقه، اشمعنى اخترنا السينما نتكلم عنها؟ السينما هي يعتبر اجدد فن فيهم كلهم. انا عارف ان برضو الفنون السبعه غريبه شويه، يعني ليه الموسيقى محطوطه بس الاغاني مش موجوده؟ لان الاغاني هو دمج بين الشعر والموسيقى. السينما مفيش حاجه هنا تدمج ما بينهم تطلع لك فن السينما، لان فن تحريك الصوره ده مش موجود في اي حاجه من السته اللي قبله، عشان كده ده اعتباره فن جديد. بس خلينا كده واحنا بناخد الرحله بتاعتنا بالترتيب نبدا نتكلم عن ايه هي العوامل اللي تخليك تعمل فيلم اصلا، وازاي تتقنها عشان تعمل فيلم حلو، وازاي لو قصرت فيها تطلع لك فيلم وحش. فخلينا نبدا بالترتيب كده، ونبدا باول حاجه الكتابه. الكتابه ان انت تكتب القصه بتاعت الفيلم بالسيناريو بالحوار بكل حاجه بالشخصيات، دي اول حاجه، عشان لازم يبقى عندك قصه تحكيها في فيلم عشان تبدا تعمل الفيلم بتاعك. فاول حاجه في الكتابه دي دي اهم حاجه، هي الحبكه او البلوت.
اشمعنى الحبكه او البلوت هي اهم حاجه؟ طبعا عشان اي فيلم في الدنيا احنا بنحكي حكايه معينه، اذا كانت حكايه حدث ما او حكايه شخص ما، فالحكايه دي هنوصل بيها من بدايتها لنهايتها ازاي، الشخصيات والاحداث هتمشي ازاي جوه سرديه القصه، هي دي الحبكه، هي دي الطريق اللي هنسلكه من بدايه القصه لنهايتها. الحبكه خلينا نقف عندها شويه، اعتقد دي اكتر حاجه ممكن نطول فيها في الكلام، لان البلوت بتاعت اي فيلم في الدنيا او اي قصه في الدنيا، اي مسلسل في الدنيا، اي اسلوب قصصي في الدنيا، هحكي لك حدوته مش بيخرج عن 7 بلوتات او 7 حبكات. مش عارف ايه سر حب الفنانين في رقم 7، ان هم 7 فنون و7 انواع الحبكات، ولسه في رقم 7 جاي قدام تاني. مش عارف ايه سر حبهم في الموضوع ده، بس ما علينا، خلينا نمشي معاهم يعني، وخلينا نتكلم عن انواع الحبكات دي. بس قبل ما نتكلم عن انواع الحبكات دي اقول لك ان الحبكه مهمه، زي ما قلنا ان هي بتحكي سرديه القصه هتمشي ازاي، بس غير كده يعني المنتج بيجي له 12000 سيناريو في الاسبوع، هيختار هيعمل ده ولا ده ولا ده ازاي؟ عن طريق حاجه اسمها سينوبسس. السينوبسس دي هتلاقيها عباره عن باراجراف كده 4-5 سطور بيحكي قصه الفيلم بسرعه جدا، مش باخلال بس بسرعه. يعني مثلا لو قلت لك ان انا معايا سينوبسس فيلم، الفيلم ده بيقول ان في طفل خرج من السينما مع باباه ومامته، جه واحد قتل باباه ومامته، فالراجل ده كبر قرر ان هو يبقى بطل خارق، يلبس زي خفاش ويبدا يحارب المجرمين. انا كده حكيت لك قصه باتمان بس في سينوبسس صغير. اي فيلم في الدنيا بقى ليه سينوبسس، يعني انت جاي تتفرج على فيلم مش عارف الفيلم ده بيحكي على ايه، طب اشوفه ولا لا، ممكن احبه ولا لا، اكتب مثلا اسم الفيلم على جوجل وجنبها سينوبسس، هيطلع لك السينوبسس بتاعت الفيلم، مجرد ما تقراها انت عرفت الفيلم بيتكلم عن ايه، من غير ما يحرق لك لا نهايه ولا احداث ولا اي حاجه. فعشان كده الحبكه مهمه، هي سر الفيلم ده كله. فايه هم بقى ال7 حبكات او 7 انواع من الحبكات اللي موجوده؟ احنا دلوقتي هنلست ال7 وعلى كل واحده هندي مثال، فيلم عربي، فيلم انجلش، حاجه انيميتد، عشان مش شرط تكون انيميشن، ممكن تكون انمي، فهي حاجه انيميتد بشكل عام. هنبدا باول واحده وهي overcoming the monster او التغلب على الوحش. وهنا مش شرط ان هو يكون اكشوال وحش، ده هنا يعني ممكن نخليها بشكل عام هو انتصار على الشر، ايا كان الشر ده ايه، اذا كان متجسد في شكل بني ادم ولا اذا كان متجسد في شكل حدث. بمنتهى البساطه الحبكه دي ان بيبقى عندنا البطل بتاعنا بيمشي في احداث القصه عشان يوصل للهدف الاخير اللي هو يغلب قوى الشر. وانا بحكي لك الحبكه دي، ايه اول مثال جه في دماغك؟ انا بالنسبه لي كان افلام هاري بوتر كلها، لان احنا من اول جزء خالص، من اول فيلوسوفر ستون واحنا عارفين ان هاري بوتر هنوصل في الاخر ان الفيلم ده يخلص على مواجهه بين الخير والشر. وجيت بصيت عليها مثلا لو عايز تاخد مثال عربي، ففيلم الفيل الازرق، عندنا البطل بتاعنا اللي هو كريم عبد العزيز بيحاول ينتصر على قوى الشر على مدار الفيلم، اللي هي بتبقى ارواح شريره او جت في المستشفى او الكلام ده كله. وطبعا الحبكه مش دايما ان الخير ينتصر على الشر فقط، الحبكه دي بيتحط فيها تويستات ويتشز اللي احنا عارفينها كلها از بلوت تويست، تخليك تبقى انجيجد اكتر، تخليك تغير شكل الحبكه شويه، مش تغير كورها بس تغير شكلها من بره، بحيث ان انت تبقى انجيجد اكتر، بحيث ان انت يكون عندك تنوع اكتر من نفس نوع الحبكه، عندك حاجات كتير، عندك فرايتيز كتير. زي مثلا لو خدنا المثال بتاع الانيميشن هنا او الانمي، هو اتاك اون تايتن، لان طول الرحله بتاعت اتاك اون تايتن انت بتحاول تنتصر على الشر، بس ذكاء وصياعه اتاك اون تايتن ان كل مرحله من المسلسل بيغير لك الشر هو ايه. انت فجاه في الاول بتشوف التايتنز دول هم الشر، لازم نغلبهم. بعد كده لما بتخش في السيزون بتاع السياسه ده بتلاقي ان الشر هو الحكومه. بعد كده بعد فتره بتلاقي ان الشر هم الناس اللي احنا كنا معاهم من الاول، السكاوتس وكده. بعد كده بتوصل في الاخر انك تعرف ان بطل القصه هو شرير. فدي التويستس مش البلوت ذات نفسها، يعني البلوت ان انت تتغلب على الشر، which is الانمي خلص على كده ان احنا تغلبنا على الشر. نوع الحبكات التاني هو rags to riches او من الفقر للغنى. وهنا مش شرط من الفقر للغنى حرفيا، هو بس ان انت بتيجي من تحت اكتر حاجه لفوق اعلى حاجه، اذا كان فلوس، اذا كان مكانه اجتماعيه، اذا كان مسيره رياضيه، اذا كان ايا كان، هي بس ان انت هتيجي من lowest point to the top. بس دي الحبكه بمنتهى البساطه. يعني مثلا المثال بتاع الفيلم الاجنبي بتاعنا ايه؟ لو احنا عايزين نقول البيزك جدا المفهوم جدا اللي كلنا عارفين، هو باراسوت اوف هابينس، lowest point to the top. لو انت عايز تبقى محنك شويه هتقول سلام دوج مليونير، شكرا. تمام. تعالى في العربي، طبعا عايزين نجيب حاجه كلاسيك، ممكن نقول سلام يا صاحبي، بس لو انت وانت مترجم معايا كده واحنا بنتكلم في الحلقه، فانت ممكن تقول محمد رمضان، محمد رمضان نفسه، يعني اي فيلم لمحمد رمضان، اي مسلسل لمحمد رمضان، اي اغنيه لمحمد رمضان، اي اعلان لمحمد رمضان، اي ريل لمحمد رمضان، اي بوست لمحمد رمضان، اي فكره لمحمد رمضان، اي كلمه لمحمد رمضان. هو ملك الحته دي في مصر. لو جينا للانيميشن شويه، في منها كتير بقى ما تعدش، يعني الاثنين الاوفيس قوي عشان ما نطولش قوي في الحته دي، سندريلا وعلاء الدين من افقر حاجه
نهار ازرق. يعني هو من افقر حاجه لاعلى حاجه. النوع الثالث هو ذا كويست، اللي هو المهمه او الرحله او السعي وراء الكنز، ودي طبعا حدث ولا حرج. طبعا الاشهر على الاطلاق لورد اوف ذا رينجز، ان هو احنا عندنا كويست، عندنا مهمه معينه، الخاتم في البركان، شكرا الكويست بتاعتنا بتخلص هنا. دي القصه، هنوصل بقى ازاي؟ دي الاحداث، دي الحاجه اللي احنا حابين نتفرج عليها. طبعا لو عايزين حاجه اروش شويه فهو كل فيلم لبايرتس اوف ذا كاريبيان، لان كل فيلم بيبقى فيه كويست معين. انا هدور على البلاك بيرل، انا بدور على الديد مان تشيست. عندك طبعا في المصري فيلم الكنز، ده اول حاجه خطرت على بالي يعني. في الانيميشن عندك موانا، الانمي عندك وان بيس. النوع الرابع من الحبكات هو فواياج اند ريتيرن، رحله والعوده. في النوع ده بمنتهى البساطة الفيلم أو المسلسل أو أيا كان بيبدأ بالبطل بتاعنا في حياته العادية، بس فجأة بيحصل له unlikely event كده بيخليه ياخد رحلة معينة غصب عنه بسبب الأحداث أو شيء ما هو بيسعى وراه، بيرجع من الرحلة دي متغير فيه حاجة أو متعلم حاجة جديدة. ونركز في كلمة في حاجة دي، لأن هيجي حاجة شبهها قدام بس مختلفة شوية. الاختلاف كله في حتة في حاجة دي. وطبعا من كلاسيكيات الحاجات دي هي الأفلام اللي احنا متعودين عليها من واحنا صغيرين، زي أليس إن ذا وندر وورلد اللي هي راحت بلد العجائب ورجعت منه مقدرة الحياة أكتر، أو ويزارد أوف أوز البنت اللي راحت قابلت الوحش والإنسان الآلي والمش عارف إيه فرجعت برضو إنسانة أحسن. بس انا ممكن اديك مثال تاني على باب الترشيح تشوف فيلم زي ده، وهو ذا سيكريت لايف اوف والتر ميتي. الفيلم ده حلو جدا، مينينجفول جدا، لما تتفرج عليه هتحس بشعور مختلف، يعني مش زي كل الافلام اللي بتاثر فيك، هو فيلم مختلف شويه. لو هناخد مثال في الفيلم العربي فهو اسماعيليه رايح جاي، صعيدي في الجامعه الامريكيه، كلهم حياتهم عاديه، بيحصل لهم حاجه بتخليهم يخوض رحله بعيده عنه خالص، رجعوا منها عندهم شيء متغير. او حتى ممكن بوح، او لا سيب بوح على جنب هنتكلم عليه شويه قدام. عالم الانيميشن لو انت يعني متابع ومركز معايا وانا بتكلم، انا مش عارف انت مركز ولا لا، بس انت مركز معايا هتقول طبعا كورز الفيلم الاولاني، سياره السباق المشهوره اللي ضاعت في الطريق فراحت نجع الرادياتير which is اسم كريتيف جدا. وعملنا حلقه عن كورز عامه، لو انترستد ممكن تروحوا تشوفوها، هتلاقوها هنا او اللينك في البايو يعني مش عارف. واتغيرت حاجه في شخصيته، رجع بقى هامبل اكتر، بقى مقدر اكتر للنعم اللي عنده. او حتى فايندينج نيمو، ان هو خاض رحله ان هو يدور على ابنه، وبعد لما رجع تاني قدر يقدر اكتر ازاي ما يخنقش على ابنه، وازاي ياخد باله منه من غير ما يقفل عليه. لو حد فاكر الاب كان اسمه ايه في نيمو يقول لنا في الكومنتات. ده سؤال يعني كده بيبقى تريفيا في الافلام الانيميشن، بحب العبه كتير يعني. حتى نيمو ذات نفسه اللي خاض رحله كبيره وهو تايه، فهم ازاي ان هو يقدر كلام باباه ويسمع، عشان هو بيبقى خايف عليه، وقد ايه باباه بيخاف عليه لدرجه ان هو سافر كل ده عشان يوصل له. وبعدين نيجي بقى للخامس والسادس، هما اتنين عكس بعض، هي الكوميديا والتراجيدي. انا عارف ان دول احنا بنصنفهم جانرة افلام، بس لا، هي جانرة حبكات. ليه؟ لان الكوميديا دي بتبقى حاجه عاديه جدا، قصه بتتحكي برضو بنتعلم منها حاجه وبناخد منها احاسيس فنيه كل حاجه، بس الحته اللي فيها اللي بتخلي البلوت كوميديه ان انت بتحط موقف مش سهل ان هو يحصل او مش العادي ان هو يحصل في الحياه، وبتخلي استجابه الشخصيات ليه بطريقه بتكون بتضحك المتلقي. المأساة هي العكس تماما، هي بتبقى ان القصه عاديه جدا بس بيحصل موقف معين بيخلي حياه البطل تروح في الحضيض، ينزل لتحت. بمنتهى البساطه الكوميديا حياه عاديه فيها موقف غير مألوف، بس استجابه الشخصيات بالاحداث كانت كوميديه على هذا الموقف عشان المتلقي يضحك. التراجيدي العكس، هي حياه عاديه خالص اتحط فيها موقف في النص، بس الموقف ده كان بشكل ما نهايه البطل بتاع القصه او نهايه احداث القصه بشكل مأساوي، بشكل تنازلي لحد ما يوصل للحضيض. طبعا بقى الافلام في الكوميديا كتير، في التراجيدي كتير، بس هناخد حاجات سريعه كده. مثلا في الانجليش زي بيج لابوسكي، اللي هو شخص عادي جدا بسيط جدا في الحياه، طلع شبه شخص شرير جدا فاتاخد في رجلين. طبعا احنا عملنا هرسنا الحته دي كتير في كتكوت بقى، درجه ولا استسلاء، عملناها كتير. المصري لو عايز تاخد حاجه مختلفه شويه كده، رضا، ان مش متعارف عليه ان واحد يخلف 3 توينز، دي حاجه مش طبيعي ان هي تحصل. ولما يخلفوا مامتهم تموت، ولما تموت يقرر يسمي 3 اسم واحد عشان يقلل في مصاريفهم. دي حاجه ممكن تحصل بس مش طبيعيه. فاستجابه الفيلم بقى حوالين ده كان كله كوميدي، فلذلك هو اسمه كوميدي. لكن لو خدنا نفس الحبكه دي بالظبط، خليناها ان دي اللقطه دي كانت نهايه الاب، قد ايه هو اتسجن واتمرمط والعيال دي اتشردت، خدناها في هذا الاتجاه بقت تراجيدي. شفت الحبكه بتفرق ازاي من فيلم لفيلم؟ لو عايز حاجه انيميشن فهو شريك، لان هو شريك فيلم انيميشن كوميدي بحت صرف، يعني مفيش بعد كده. التراجيدي بقى معروف، مثلا عايز واحد ذا جاد فاذر، ان هي غلطه واحده كانت سبب في انهيار امبراطوريه او شخص ملك امبراطوريه. تراجيدي مصري طبعا مفيش زي ابراهيم الابيض، لان ابراهيم الابيض كان بيعبر عن حاجه خطيره جدا في الجيل اللي احنا فيه ده، اللي هي البلطجه والمخدرات والكلام ده كله، بس تناولها بشيء
من اللي يخليك ديسترب، مش عايز تشوف ابراهيم الابيض تاني من كتر ما هو فيلم تقيل وقوي وبيأثر جدا. وده وجه الشبه بين ذا جاد فاذر وابراهيم الابيض، ان الناس لما شافت ذا جاد فاذر اتأثرت وعرفت قد ايه ان حوارات المافيا دي كانت سيئة، بس الفيلم كان حلو فالناس حبت المافيا. كذلك ابراهيم الابيض، يعني الناس فهمت قد ايه البلطجه وحشه، بس احنا حبينا ابراهيم الابيض، فانا خلاص انا بعتني بكام يا صاحبي هعمل كده، خلاص بقى شيء من البوب كلتشر بشكل ما. عايز بقى فيلم انيميشن تراجيدي دي صعبه، بس من اكتر الحاجات اللي كانت يعني فيها دراما كتير فيلم سول بصراحه. هو انتهى طبعا نهايه سعيده لانه فيلم انيميشن، مش هينفع ندي الاطفال صدمه الفيلم اللي ما بيقفلش كويس، بس هو كان الفيلم كله تراجيدي، الفيلم كله على بعضه تراجيديا ودراماتيكي ملحمي يعني، فانا بحبه جدا عامه. لو ما شفتوش برضو ممكن تروح تشوفه لو انت متاثر كده شويه. الحبكه السابعه والاخيره وهي الريبيرث او الولاده من جديد، ودي بمنتهى البساطه البطل بتاعنا بيبقى بشخصيه معينه بس بيمر بسلسله من الاحداث او حدث واحد كبير جدا يخليه يبعث من جديد، يبقى شخص جديد تماما، شخص مختلف تماما خالص عن اللي كان عليه. زي ايه مثلا؟ زي عندك ذا شاوشانك ريديمشن، واحد من او من وجهه نظري ده احسن فيلم في التاريخ يعني. المصري فيلم تيتو، فيلم تيتو كده الشخص الوحش اللي متربي في بيئه سيئه، على طول في الاحداث خرج دخل السجن اشتغل في حاجات، بس هو كان عايز ينضف، فبعد ما نضف في الاخر لقى حتفه او مات او ايا كان. بس فيلم تيتو ذات نفسه هو بعث، التيتو ذات نفسه بعث من جديد، كان شخص وبقى شخص تاني خالص وعمل بلاوي عشان يقدر يتغير يكون الشخص الجديد ده. لو عايز بقى حاجات في الانيميشن فعندك بيوتي اند ذا بيست، وده تغيير حرفي جذري بالشكل بالشخصيه بكل حاجه. وعندك طرزان برضو، في امثله كتير يعني. بكده احنا عرفنا ايه انواع السبع حبكات، بس احنا ممكن نسال نفسنا هل ممكن ادمج حبكتين من دول؟ عادي ممكن تدمج بين حبكتين، وده موجود في افلام كتير. ممكن تلاقي افلام بتبدا بحبكه وفي النص بتغير عشان احكي لك كذا قصه، احكي لك كذا حاجه في نفس الحدوته بتاعتنا. فده كان العامل الاساسي في اي فيلم او العامل الاول في اي فيلم اللي هو الحبكه. طبعا كتابه الشخصيات، لازم الشخصيات تكون واقعيه، وطريقه تعاملها مع بعض بطريقه تجسيدها بطريقه كل حاجه يكون لايق على الحاجه اللي احنا بنعملها. وكذلك الحوار، كذلك السيناريو. وطبعا في قواعد اساسيه بقى في السيناريو دي ممكن نذكرها بسرعه، زي مثلا الثري اكتس او البنيه الثلاثيه، ان الفيلم بيتقسموا لثلاث تلات. التلت الاولاني ده فيه اكسبوزيشن، انا بعرفك على القصه والشخصيات. الفيلم الثاني فيه كلايماكس، الاحداث بتتصاعد لحد ما نوصل لاعقد حاجه، وبعد كده الجزء الاخير اللي بيبقى فيه الحل او نهايه القصه. مثلا حاجه ثانيه زي القوس الدرامي للشخصيات او الكاركتر ارك، ازاي الشخصيه دي بتتغير او بنشوف منها جوانب كتير على مدار احداث الفيلم. ده كان العامل الاول في السبع عوامل، وده السبعه الثالثه اللي قلنا عليها من شويه اللي بتكون الافلام او اللي بتخلي فيلم يطلع حلو وفيلم يطلع وحش. العامل الثاني هو التمثيل، ده كلنا متعرضين ليه فمش هنتكلم عليه كتير، بس ان انت تجيب الممثل اللي هيلعب الدور يكون شبه الشخصيه اللي بتتلعب. ازاي هو الممثل هيظبط تعابير وجهه على تعابير وجه الشخصيه دي لو مكاني هتعمل ايه، الشخصيه دي ايه البوزز بتاعتها، بيقف امتى في الكلام، بيسكت امتى، بيتكلم امتى، الشخصيه دي اجتماعيه ولا لا. لازم يحدد كل جوانب الشخصيه، لان بمنتهى البساطه acting is reacting، انت بتعمل رياكشن على اللي بيحصل حواليك اذا كان احداث او كلام شخصيات. فلذلك ممكن ناخد نظره سريعه بس ان في مدرستين مثلا الحاجات اللي زي دي، مدرستين في التمثيل. مدرسه بيقول لك انا مثلا انا الممثل الفلاني عندي فيلم هعمل فيه دور ضابط ودور حرامي ودور شحات ودور مش عارف ايه. في نوعين بقى من الممثلين، ممثل بيقول لك انا هلعب لو انا شخصي كان حرامي او ضابط او شحات او كده، هلعب كأن انا اتحطيت في الموقف ده. في ممثلين تانيين بيقول لك لا انا هلعب الشحات ده شحات حقيقي، هلعب ده هجيب حرامي بجد، هبقى حرامي بجد مش شخصيتي، مش لو انا بقيت حرامي، لا انا هبقى حرامي فعلا. يعني مثلا ايه عندك من الكبار اللي كان بيحب يتقمص الدور قوي، احمد زكي، نور الشريف، كانوا يحبوا يعملوا كده قوي. المدرسه الثانيه دي مش بنقلل منها، بالعكس دي مدرسه تقيله جدا، لان فيها عادل امام، محمود عبد العزيز، فيها ناس تقيله. عادل امام كان بيلعب الكاركتر، بيقول لك عادل امام لو كان ارهابي، عادل امام لو كان مدمن، عادل امام لو كان ضابط. ونخش بقى على العنصر الثالث، والعنصر الثالث ده اللي هو التصوير. مش قصدنا هنا بالتصوير اللي هو جودة الصورة ذات نفسها، لا الكاميرات كلها واحدة والصورة كلها واحدة، قصدنا بيها التصوير ذات نفسه ازاي. لان التصوير ده بينقسم لثلاث حاجات مهمة، وواحدة اضافية هنسيبها شوية على جنب. الثلاث حاجات الاساسية هي لقطة، زاوية كاميرا، حركة كاميرا. تعال ناخد كده الموضوع بشكل مبسط. ايه لقطات الكاميرا المتعارف عليها؟ في طبعا هما ثلاثة اساسيين، اللي هو الكلوز اب اللي بيبقى لحد الصدر، وفي الميديوم شوت اللي هي بتبقى لحد الوسط، وفي اللونج شوت اللي هو بتبقى جايبه الشخص كله. طبعا في تفريعات منها بقى، زي ان انا اقول لك سوبر كلوز اب، ان انا بس هجيب تعبير الوش بس،
او هجيب مثلا ايه لونج ميديم يعني هتبقى لحد الركبه، او هجيب سوبر لونج شوت هجيب الشخص بالمحيط اللي حواليه. مثلا الاوفر ذا شولدر اللي هو تبقى في حوار حاصل مع حد فانت شايف الشخص من فوق كتف الشخص اللي قدامه. في طبعا ودي بقى متعارف عليها جدا بالذات في السوشيال ميديا اللي هي البوينت اوف فيو، كأن الكاميرا هي عينين الشخص بتورينا الشخص شايف ايه. ده بالنسبه للشوتس. في بقى زوايا التصوير زي مثلا هاي انجل تلاقي الكاميرا مصوره من فوق، او لو انجل مصوره من تحت، او الاشهر على الاطلاق اللي هي داتش انجل عشان ليها اسم كده اللي هو وقع موسيقي داتش انجل. هي بمنتهى البساطه الداتش انجل دي الكاميرا بدل ما بتصور كده بتصور كده. في مسلسل كامل بتاع وفاء وهبي كان اخراج محمد سامي بتصور كله داتش انجل، يعني انت شويه شويه بتبدا تتفرج على مسلسل كده بتخلص المسلسل عامل كده، هو المسلسل كله متصور كده. في بقى مثلا بيردز اي انجل تحس ان كأن في عصفوره بتصور بتبقى جايه من فوق قوي. في مثلا ورمز اي انجل دي بتبقى من تحت قوي تحس ان في دوده بتبقى من تحت قوي. هي بتختلف بقى على حسب زاويه التصوير انت عايز تصور منين. الحاجه الثالثه وهي حركه الكاميرا. حركه الكاميرا الحاجات المتعارف عليها زي ايه؟ البان دي ان الكاميرا بتتحرك مع اوبجكت بيتحرك كده فالكاميرا بتتحرك معاه. في مش التلت اللي هو تلت ونص وربع، لا التلت اللي هو التلت بقى دي اللي هو الكاميرا ثابته والاوبجكت بيتحرك بس الكاميرا ما بتتحركش، الكاميرا بتلف كده بتلف معاه. في الكرين دي بتتحرك كده بزاويه كده وبتبقى من فوق مثلا. في مثلا طبعا الزوم بكل انواعه، بالاخص الدولي زوم لان ده شوت عبقري قوي. هو ده الكاميرا بتبقى بتقرب على الاوبجكت بس السراوندنج اللي حواليه بيبعد، ودي لو حد مهتم ممكن يدور عليها يشوف بتتعمل ازاي. بتتعمل بطريقه عبقريه، انا بعشق الدولي زوم دي بجد تحفه. فكره في التصوير ان انت ممكن تصور المشهد نفس الشوت ونفس الانجل بس مش نفس حركه الكاميرا والمشهد يختلف. يعني بص الفرق بين المشهدين اللي جايين دول هيبقوا نفس الزاويه ونفس الشوت او نفس اللقطه بس مش نفس حركه الكاميرا. شوف الاختلاف حتى لو بسيط. اول مشهد ده هيبقى اللقطه بتاعته ميديم شوت وزاويه الكاميرا اي ليفل، يعني الكاميرا في انه في عين الشخص اللي بيتفرج بس حركه الكاميرا هي اللي هتختلف. هنخلي مره بان ومره تلت. بص كده حسيت بحيره ولا غيره ولا حاجه غير. حسيت في اختلاف في الاحساس. يعني هو الكاميرا بتتحرك معاك في البان انت مش مستني حاجه، انت بس كل تركيزك على الاوبجكت اللي بيتحرك ده تركيزنا معاه دلوقتي الحدث هنا. بس لو تلت فالكاميرا لفت فكشفت اللي موجود قدامك فانت مترقب حاجه او مستني حاجه هتظهر من هنا، حاجه هتطلع هناك. المفروض لما نلف مثلا الشخص ده يخرج بره الكادر حاجه تخش جوه الكادر. التلت دي بتحسسك ان في حاجه هي جايه، انما البان انا مركز مع الاوبجكت اللي بيتحرك ده الحدث دلوقتي. وطبعا في وسط كل ده مع التصوير في الاضاءه، لان الاضاءه دي انت بتستخدمها عشان مش شرط ان انت تنور المشهد بس وتنور وش الممثل وتنور الست وتنور. ونسبه الست ده الست بتاعنا الجديد عاملين شويه ديكورات اتمنى تكون عجباكم. زي فيلم رامبو كان مستخدم اضاءه خضراء عشان يوصل لك احساس معين بالذات في المشهد بتاع الجامع. الاضاءه مهمه بتوصل حاجه، كل حاجه بنقولها دلوقتي في فيديو بتساهم في حكايه القصه بتاعتك من غير ما تقعد تحكي على لسان الشخصيه، من غير ما يبقى اللي هو الو ايوه يا عمتي اللي انت خدتي مني الورث وطردتيني بره وقتلتي امي وخالتي. انت ممكن تحكي الموضوع ده بزاويه كاميرا بفلاش باك، حكايات كتير ممكن تحكيها مش لازم بالطريقه اللي احنا متعودين عليها دي، يعني خلاص ادمت. الحاجه الرابعه وهي الصوت عامه، اذا كان صوت الممثل بتسجيل المايك ودي شغلانه صعبه جدا لان في السينما الصوت بيتاخد لوحده والصوره بيتاخد لوحدها وبيتركبوا على بعض في مرحله هنتكلم عليها قدام. اذا كان برضو الصوت بتاع الممثل، اذا كان ساوند افكت، يعني ما ينفعش مثلا ايه ابقى واقف بتخانق فاضرب بوكس فيطلع صوت جرس، طب يعني ازاي؟ ما هو مش منطقيه. الاغاني بره عندهم الثقافه وعندهم السياسه بتاعت ان انا اجيب اغنيه لايقه قوي على اللي انا بمثله دلوقتي او على الفيلم اللي انا بعمله دلوقتي فاشتري الحقوق بتاعه واحطها. زي اكتر واحده تحضرني لانها كانت لايقه جدا وحلوه جدا وجميله جدا، بانك روكر في فيلم سوبرمان الاخير. دي بصراحه اغنيه لايقه جدا وحلوه جدا. احنا في مصر ما عندناش السياسه دي، لان هو ان انت تعمل اغنيه تجيب مغني وتدي له فلوس وتجيب فرقه تعمل بيها اغنيه ارخص من ان انت تشتري حقوق اغنيه ثانيه، بس ده بيضيع علينا فرص بنت لذينه. كنت بتكلم مع واحد صاحبي بدون ذكر اسماء اسمه يوسف، يعني كنا جبنا سيرته قبل كده، كنا بنتكلم ان ازاي فيلم تيمور وشفيقه فوت فرصه انه يشغل جوه احداث الفيلم لما تيمور كان بيحاول ينقذ شفيقه ان هم يشغلوا اغنيه خليني جنبك بتاعت عمرو دياب. المزيكا اللي في الاول بتاعت بيطارد عشان يخرج بره البتاع قبل ما تنفجر
وشفيقه لما بتقول له لا وبتشتغل، وعمرو دياب يغني يقول خليني جنبك. انت ازاي فوتت على نفسك فرصه زي دي؟ ممكن تكون ما جاتش في دماغهم، بس دي فرصه هائله ان انت تستغل اغنيه مصريه معموله حلوه في مشهد مطارده وحب في نفس الوقت. انا مش عارف ازاي فوتوا على نفسهم فرصه زي دي. انا دي حاجه بتضايقني لحد النهارده، رغم ان انا مش بيك فان لفيلم تيمور وشفيقه، بس ليه فوت فرصه زي دي؟ وقبل ما نخش في اهم حاجه وهي الموسيقى التصويريه او السكور ميوزك، هتكلم على حاجه اندر ريتد جدا، وهي الصمت. امتى الصمت يوصل حاجه، او ازاي تستخدم الصمت؟ اقرب مثال يحضرني لحد استخدم الصمت عشان يوصل لك احساس هو اوبنهايمر مع كريستوفر نولان. لحظه الانفجار، لما الانفجار حصل، الطبيعي الانفجار حصل بتسمع الصوت، هنا الصوت فضل ساكت 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 لحد ما فجأة اشتغل. كان احساسه في السينما او تاثيره عليا في السينما كان رهيب. اتاثرت جدا وبدات اخاف جدا من السلاح اللي هم عملوه ده، كاني بشوفه لاول مره او كاني بسمعه لاول مره او بعرفه لاول مره، مع اني عارفه قبل كده، شفنا فيديوهات ليه وهو بيستخدم او بيجرب. بس لا، هنا وصل لي حاجه تانية، اللي هو طبيعي ان الضوء يظهر قبل الصوت، بس فتره الصمت اللي كانت موجوده وصلت احساس عظيم. زي فيلم ذا ارتست، الفيلم اللي بيتكلم عن دخول الصوت على السينما، لان السينما زمان كانت صوره بس مفيش صوت. دخول الصوت على السينما دي كانت حاجه غريبه وحاجه جديده، وكان في ممثلين كتير رافضينها. فيلم ذا ارتست بيتكلم عن ده، وده فيلم جديد، ده فيلم معمول في الالفينات، بس اتعمل بطريقه الافلام الصامته، وده كان فيلم عالي جدا في احساسه فقط. ونيجي بقى لاهم حاجه وهي السكور ميوزك. ليه؟ لان المزيكا اللي بتجيب مؤلف عشان يعملها لك دي بتبقى جزء من هويه الفيلم. يعني تعالى نعمل مع بعض اختبار، استناني ثانيه واحده. بص يا صاحبي المتفرج، دلوقتي احنا عندنا هنا اورج. انا دلوقتي هديك او هعزف لك 3 اغاني. حلو، ممكن نعلي الصوت. دلوقتي انا هديك 3 سكور ميوزك لافلام، انت قول لي حسيت بايه وخمن معايا الفيلم، تمام؟ يعني تعال نجرب مع بعض تجربه، يعني هنحسبها تجربه مع بعض، ماشي؟ يلا نبدا باول واحده. خلاص ايه، احنا هنكمل الفيلم. دلوقتي عرفت ان دي اغنيه سوبرمان، ممكن من اول 3 4 ثواني، وحسيت بقى باحساس اللي هو اوف، ده اتس ا بيرد، It's a bird. It's a plane. It's Superman. Yes, it's Superman. اتس ا سوبرمان. حسيت الاحساس ده من مجرد بس المزيكا. انا ما قلتلكش اي حاجه عن الفيلم، انا بس اديتك المزيكا. تعال نجرب واحده كمان، نجرب واحده كمان. هل بقى نفس الاحساس اللي جالك دلوقتي هو الاحساس اللي جالك في الاول واحنا بننزل سوبرمان؟ ما اعتقدش، لان هو مش نفس الفيلم. دي طبعا ماي هارت ويل جو اون، ودي كانت اغنيه في تايتانيك، فانت ذكرياتك مع دي غير ذكرياتك مع دي. تعال نجرب واحده كمان، اخر واحده بقى. طبعا دي الايكونيك جيمس بوند، تمام؟ هل احساسك هنا زي احساسك هنا زي احساسك هنا؟ مستحيل، لان هو مش نفس الفيلم. فدي نفس الفكره. ثواني بقى نمشي الاورج ده عشان اعرف اتكلم. لذلك الاهتمام بالمزيكا هو من اهم العوامل، لان المزيكا بتقول لك المفروض تحس بايه في المشهد ده من غير ما حد يقول لك، فاهم؟ يعني تعال نبص، انا هقعد دلوقتي عادي خالص باصص للكاميرا وهشغل مزيكتين مختلفتين واشوف الاحساس مختلف ازاي، تمام؟ بس هعمل حركه صايعه كده في النص تبين لك حاجه في اللي هنتكلم عليه بعد كده. الموضوع مختلف تماما. هي المزيكا مهمه، جزء عامل اساسي. اوقات احنا بنرجع نسمع اغاني ومزيكا تصويريه لافلام عشان احنا بس بتفكرنا بالفيلم ده. عشان كده الناس بتموت مثلا في هانز زيمر. ليه؟ عشان المزيكا بتاعته بتبقى تحدد هويه الفيلم قوي، فبتبقى حلوه قوي، فبنحبها جدا، فبنحب نرجع نسمعها تاني. بعدين نخش على خامس حاجه وهي المونتاج. المونتاج ده بمنتهى البساطه، كل المشاهد اللي احنا صورناها دي بالمزيكا بكل حاجه ما ركبتش على بعض لسه. ترتيب المشاهد مش مترتب صح، لان انت لما بتصور وعندك النهارده او الاسبوع ده في اللوكيشن الفلاني بتخلص كل مشاهد اللوكيشن الفلاني،
الاسبوع اللي بعده تروح اللوكيشن اللي بعده، مش بتمشي بحسب ترتيب الفيلم. فانت بالنسبه لك من غير مونتاج او من غير شغلانه المونتير ده، انت بالنسبه له مجرد مشاهد، مشاهد مش عليها صوت مش عليها اي حاجه، وفيها الزيادات بتاعته، والمخرج بيقول كات والمخرج بيقول اكشن والكلاك داخل والحاجات دي كلها. فالمونتاج بقى بعيدا عن ان هو بيلزق الفيلم على بعض، ايه شغلته جوه تاثير الفيلم كعمل فني؟ مبدئيا هو بيتحكم في الكاتس، القطعات بين المشاهد، امتى المشهد يقطع، امتى ننتقل بين شوت وشوت، لان انت عندك المشهد بيتصور ممكن يتصور بشوتين، يتصور المشهد كله على بعضه بشوت اوفر ذا شولدر جايبين وجهه نظر الممثل الاولاني، واوفر ذا شولدر الناحيه الثانيه جايبين رد فعل الممثل الثاني، ومشهد ميديم شوت ليهم هما الاثنين. وابدا بقى ايه اختار هنا، لا انا هركز على وش ده، لا هنا هركز على وش ده، لا هنا هجيبهم هما الاثنين. طبعا المونتير مش بيعمله من نفسه، بس هو اللي عنده المهاره والرؤيه في الحته دي، وغير كده بيتحكم في الترانزيشنز، الانتقال بين المشاهد، ان مشهد الخناقه مثلا خلص وجاي مشهد مطارده عربيات، الترانزيشن بينهم عامل ازاي؟ مونتير. البيسنج بتاع الفيلم، هل الايقاع سريع بتاع الفيلم ولا الايقاع بطيء وهادي وسلو بيست؟ هنا اللي بيتحكم فيه المونتير طبعا. واكيد التلوين او الكالر جريدنج، لو دي حاجه احنا نبقى تعرضنا لها كلنا شفناها على السوشيال ميديا، نجيب لك مثلا الوان فيلم باربي والوان فيلم ويبلاش ويوريك ان في اختلاف. اكيد العالم احنا بنشوف العالم ما فيهوش اللون البينك ده او اللون الازرق ده او اللون الاصفر ده، العالم مش بالالوان دي. الاضافه دي بتدي احساس للفيلم، بتدي طابع للفيلم. ان انا لو وريتك كده في لعبه بتتلعب دلوقتي على تيك توك، تلاقي حد جايب لك كالر جريدنج بتاع فيلم معين ويقول لك حاول تعرف ده كالر جريدنج بتاع فيلم ايه. اهو جزء من العمل الفني، التلوين ده جزء من العمل الفني، حتى بيدي طابع سينمائي. العامل السادس وهو المكان والديكور والمكياج والملابس. بمنتهى البساطه البروبس، انا بحب اسميها تبعيات القصه، لان انا لو بحكي قصه في العصور الوسطى ما ينفعش الاقي مثلا واحد لابس جزمه اير فورس، مفيش الكلام ده. مثلا لو هندي مثال على باك تو ذا فيوتشر، شوف شكل العربيه كان عامل ازاي، ليه ما اختارش عربيه عاديه؟ عشان لازم ديكور العربيه يبقى بيدل على المستقبل، لازم الديكور بالاماكن بالشخصيات باللبس تدل على القصه. لان انا لو بتفرج على قصه مظبوط فيها الخمس عناصر اللي فاتوا بس انا حاسس ان المكان غلط، يعني كأني مثلا بتفرج على فيلم كاوبوي، الخناقه مش في بار، الخناقه مثلا في ووتر واي، مش جايه مش راكبه معايا. فدي حاجه مهمه اسمها، انا بحب اسميها تبعيات القصه. نخش بقى على العنصر السابع والاخير وهو عنصر الاخراج. عنصر الاخراج ده بمنتهى البساطه هو اللي بيتحكم في كل القرارات اللي فاتت. شفت كل الحاجات اللي احنا قلناها اللي فاتت دي، الفرايتيز الكتير بزوايا تصوير بطريقه مونتاج بالمزيكا بكل حاجه، كلها على بعض كده اللي بيختار القرارات دي هو المخرج، هو الفيجينيري، هو اللي عنده وجهه النظر وعنده الرؤيه. الفيلم ده هو خد الورق من المؤلف او السيناريست، قراه قال لك ده يطلع بالطريقه الفلانيه، فلازم نعمل المزيكا الفلانيه، يروح للموسيقار يقول له اعمل لي كذا، او مؤلف السكور ميوزك يروح للممثل يقول له انت هتمثل بالطريقه الفلانيه، يروح للمصور يقول له انت هتصور بالزاويه الفلانيه بالطريقه الفلانيه. هو اللي بياخد القرار، هو اللي عنده تخيل القصه على بعضه، فبيقدر ياخد القرارات اللي تخلي القصه تطلع بوجهه نظر واحده. لان لو كل واحد حط وجهه نظره ما بقاش فيلم، بقت ايه، مجرد سكتشات. مثلا من احلى القصص اللي انا بحبها عن الموسيقى التصويريه بتاعت فيلم هي القصه بتاعت ريكويم فور دريم. المخرج ارون ارنوفسكي راح قعد مع الموسيقار اللي هو كلينت مانسيل، راح قال له اداله كده بس منتهى البساطه مجموعه من المزيكا الجنائزيه، قال له اسمع دول واستوحي لي منهم المزيكا بتاعت الفيلم. لان انا كمخرج ما عنديش النظره الموسيقيه او ما عنديش الحس الموسيقي عشان الف موسيقى، بس انا عندي وجهه النظر بتاعت الفيلم اللي لازم المزيكا تبقى شبه الحاجه دي. وراح اداها لكلينت مانسيل، قعد سمع المزيكا الجنائزيه، فهم هي اندرستود ذا اساينمنت، وراح مديها مطلع مزيكا خرافيه اللي احنا كلنا عارفينها بتاعت فالمخرج هو اللي بيختار كل حاجه، هو اللي بيحدد ده يقف فين والكاميرا تتحرك ازاي وده يتكلم ازاي ومين يخش امتى وهنتحرك ازاي والمجاميع تتحرك ازاي اللي هم الكومبارسات. هو صاحب القرار الاول. بمنتهى البساطه لو عايزين نجاوب على السؤال اللي سالناه في اول الحلقه لو انت فاكر، يعني ان ليه في افلام حلوه وليه في افلام وحشه، بمنتهى البساطه عشان كل العوامل اللي احنا قلناها دي لما بتتحكم فيها وتخليها كلها موفقه مع بعض تطلع فيلم حلو. لكن لو خيشت في حاجه واحده تخيشه بتعور، شكرا الفيلم وقع منك. ممكن حد يسالني انت ليه ما قلتش الجمله اللي انت قلتها دي في الاخر بمنتهى البساطه وبلاها الحلقه دي كلها، يعني ليه الرغي والفتي واللت والعجن ده كله؟ عشان احنا بنعمل كده في القناه، يعني بنمسك اي حاجه نحللها قوي، حتى لو الاجابه اوفيس او حتى لو الاجابه واضحه بنحاول نعرف ليه الاجابه دي، يعني ليه اجابه السؤال ده الاجابه دي. ده اللي احنا بنعمله هنا في القناه، وبنعمل كل ده من خلال وجهه نظر.
يعني بطرح وجهه نظري مش معلومات. في شويه معلومات موجوده وحقيقيه وبنقول معلومات وبندور وبنسيرش عشان نطلع معلومه حقيقيه، بس في الاول وفي الاخر دي وجهه نظر بحته. وبس كده، دي كانت حلقتنا النهارده. اتمنى الحلقه دي تكون خفيفه ولذيذه عليكم وتكونوا استمتعتوا بهذه الرحله السينمائيه او الشبه سينمائيه. ما تنسوش تعملوا لايك، تقولوا لنا في الكومنتس عايزيننا نتكلم على ايه تاني، وطبعا اشترك في القناه لو انت مش مشترك، وتابعنا على حساباتنا على تيك توك وانستجرام وفيسبوك. بس كده، وسلام.